نضال الأورومو، رحلة طويلة لتقرير المصير. شعب الأورومو نسيج حي من الثقافة والتقليد. لقرون ازدهروا في القرن الإفريقي. أرضهم أوروميا كانت أرضا مثمرة. احتفلوا بتراثهم من خلال الموسيقى والرقص والقصص. لم يكن نظام غادة مجرد نظام حكم، بل كان أسلوب حياة. لقد ضمن الرخاء والاستقرار لأجيال. جاء أواخر القرن التاسع عشر بعصر جديد. استهدفت التوسعات الاستعمارية أوروميا. على الرغم من مقاومتهم، إلا أنهم واجهوا قوة نارية متفوقا. كان نظام غادة قلب المجتمع الأورومي النابض. تخيلوا نظاما يتغير فيه الحكم كل 8 سنوات، سلميا وديمقراطيا. هكذا كان غادة. لم يكن الأمر يتعلق بالسلطة فحسب، بل بالمسؤولية أيضا. كان لكل جيل دوره الذي يؤديه. كان الشيوخ ينقلون الحكمة. كان المحاربون الشباب يدافعون عن الأرض. شغلت النساء مناصب هامة، مما ضمن التوازن والعدالة. شدد غادة على التوافق وحل الخلافات. لقد كان نظاما يقدر كل صوت، لكن كان هذا النظام أكثر من مجرد نظام حكم. لقد كان متشابكا مع كل جانب من جوانب حياة شعب الأورومو. الأنشطة الاقتصادية والتجمعات الاجتماعية وحتى المعتقدات الروحية كانت تسترشد بمبادئ غادة. لقد عزز شعورا قويا بالانتماء إلى المجتمع. أفسد وصول القوى الاستعمارية هذا التوازن الدقيق. لقد فرضوا أنظمة حكمهم الخاصة بهم وقضوا على غادة. لم يكن الأمر يتعلق بالسيطرة السياسية فحسب، بل بإبادة ثقافية. حاول المستعمرون السيطرة على كل جانب من جوانب حياة شعب الأورومو. كان عام 1880 نقطة تحول. أبرم منليك الثاني ملك شوا اتفاقا مع إيطاليا. كان لهذا التحالف عواقب وخيمة على شعب الأورومو. شرعت قوات منليك المجهزة بأسلحة حديثة في حملة وحشية للغزو. قاوم شعب الأورومو، لكنهم كانوا في موقف ضعيف. دمرت القرى وتشتتت العائلات. أوروميا التي كانت مزدهرة في يوم من الأيام أغرقت في الظلام. كان فقدان السيادة مدمرة. لكن روح شعب الأورومو لم تنكسر. لقد رفضوا الخضوع واستمروا في المقاومة. أصبح حلم الحرية منارة أمل. النضال من أجل الحرية. جاء القرن العشرون بتحديات جديدة. استمرت إثيوبيا في ظل أنظمة مختلفة في قمع شعب الأورومو. أصبح التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان والتهميش الاقتصادي هو القاعدة. لكن شعب الأورومو لم يستسلم أبدا. لقد نظموا صفوفهم. لقد قاوموا. لقد طالبوا بحقوقهم، من الاحتجاجات السلمية إلى الكفاح المسلح. استكشفوا جميع السبل الممكنة لاستعادة حقهم في تقرير المصير. كان للنضال من أجل الحرية ثمن باهظ. سجن وعذب وقتل العديد من رجال ونساء الأورومو. ألهمت تضحياتهم تصميم أولئك الذين بقوا. أظهر شعب الأورومو مرونة ملحوظة طوال كفاحهم. واجهوا القمع بشجاعة لا تلين. في مواجهة محاولات طمس هويتهم الثقافية، تشبثوا بهويتهم. قصتهم هي شهادة على صلابة الروح البشرية. لكن لم يكن كفاحهم مقتصرا على الأرض أو الموارد. لقد كان الأمر أعمق من ذلك بكثير. لقد كان الأمر يتعلق بالحق في الوجود. الحق في تقرير المصير. الحق في تشكيل مصيرهم بأنفسهم. هدير صاخب. على الرغم من حجم كفاحهم وفترة استمراره، غالبا ما قوبل شعب الأورومو بلا مبالاة من المجتمع الدولي. فالدول الصناعية المنهمك في مصالحها الخاصة أغمضت عينيها عن محنة الأورومو. هذا الصمت يصم الآذان.
إنه ليقول الكثير عن علاقات القوة التي تسير العالم. إنه يكشف نفاق الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بينما تتجاهل في الوقت نفسه معاناة الملايين. لعدم الاهتمام العالمي عواقب وخيمة. إنه يشجع الأنظمة القمعية. إنه يسمح بإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب. وإنه يحرم شعب الأورومو من العدالة والتقدير الذين يستحقونهما. يجب على العالم أن يستيقظ. يجب عليه أن يعترف بنضال شعب الأورومو على حقيقته، نضال من أجل الحرية، من أجل العدالة، من أجل الحق في الوجود. روح أوروميا. على الرغم من كل التحديات، يظل شعب الأورومو صامدا. لقد ازدادت روحهم التي صقلت في بوتقة المحن قوة. إنهم يواصلون المقاومة وينظمون صفوفهم ويكافحون من أجل مستقبل أفضل. نضالهم هو مصدر إلهام لكل من يؤمن بالحرية والعدالة. الطريق أمامهم طويل وشاق، لكن شعب الأورومو يعرف أن كفاحه عادل. إنهم يستمدون القوة من أجدادهم ومن ثقافتهم ومن إيمانهم الراسخ بغد أفضل. قد يصمت العالم الآن، لكن شعب الأورومو لن يسكت. ستظل أصواتهم تعلو مطالبة بالعدالة والحرية والحق في تقرير مصيرهم. نضالهم هو شهادة على عدم قهر الروح البشرية. روح أوروميا. شكرا لكم لمشاهدة نضال الأورومو، رحلة تقرير المصير، من إنتاج بيرمادو ميديا. نشكر جميع المساهمين والداعمين. اشتركوا وانضموا وتابعونا على منصاتنا المختلفة. جميع الحقوق محفوظة لعام 2024. بيرمادو ميديا.